السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في قناة المتواضعة يوميات ست اخوات. النهاردة هنكمل جولتنا على البحر على شط اسكندرية. هنا احنا في منطقة سيدي جابر وكليوباترا. احنا لسه فايتين، نزلنا من على الكوبري بتاع سيدي جابر، وبعد سيدي جابر بنعدوا على كليوباترا. هنا منطقة طبعا البحر فيها واسع وجميل، بس ممنوع النزول، وحاطين مصدات اهوت عشان ممنوع طبعا النزول، لأن البحر هنا الموج بتاعه عالي. اللي بينزل بيعرض نفسه طبعا للخطر زي ما انتوا شايفين. هم حاطين كتل خرسانية ومش ممهدينه للنزول خالص. في ناس طبعا بتغامر وتنزل، يعني عشان يعني ممكن ما ينزلوش، يقعدوا بس يستمتعوا بالجو الجميل كده. يمكن بيجوا عشان ما بيدفعوش تذاكر، او ما فيش حد مثلا هيكلفهم حاجة. هنا كازينوهات جميلة هيت وكافيتريات، تقعدوا هنا وتستمتعوا بريحة البحر الجميلة والهواء النقي الجميل. ولو مش عايز تقعد في الكازينوهات ديت، في برا تقعد ببلاش على الشاطئ برا. تقعد بقى ساعة العصرية كده اللي بالليل. لو انت هوايتك الصيد تقف تصطاد بقى. واللي معاه عربية في مكان للعربيات. هنا المنطقة مش مخصصة للنزول خالص، لكن ممكن تقعدوا فيها. هنا الشارع واسع وجميل والرصيف عريض جدا، وفي منطقة هي مرصوفة جنب الشط على طول ديت، عشان لو حد عايز يلعب الأولاد يعني يلعبوا كده. طبعا لو ما تروحوا بولادكم. هنا كازينو الشاطبي. كازينو الشاطبي طبعا بعد التجديدات اتهد واتبنى تاني. هو كان مبنى قديم طبعا، صغير عن كده، ما كانش كبير. يعني متهيألي كان أصغر من كده الأول. كان بيتعمل فيه الأفراح وكانت قاعة يعني يقعدوا فيها عادي زي أي قاعة انتوا عارفينها دلوقتي. عامل حواليه بقى كده ايه، شاطئ كده بسيط هادي، ليه طابع مميز طبعا. اللي هما بيقعدوا على كراسي كده اللي هي الباف ديت، وعاملين لهم شماسي من الخوص كده والورق الأشجار يعني النخل يعني. التذكرة فيه ب200 جنيه. طبعا عشان هو هادي وكده، ومش محدش هيخش قد كده. هنا بقى مكتبة اسكندرية هيت اللي مبنية بالقرب من الأنقاض، أو يعني إحياء لمكتبة اسكندرية القديمة. هي بالقرب من نفس المكان اللي كانت فيه مكتبة اسكندرية القديمة اللي كانت مشهورة عالميا. في متاحف طبعا جوه غير القاعة بتاعة القراءة. في أماكن مخصصة للأطفال للقراءة والعروض والتلوين وكده، من سن 4 لسن 16. وفي اللي هي القرص الشمس اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا السور اللي موجود حواليه ده مداري المية اللي هي تحت. هو طبعا غطس في مية دوت. ده في بقى ايه، قاعة كبيرة للقراءة. هنا دي القبة السماوية برضو ديت لها تذكرة لوحدها. في جوه متاحف بقى، متحف السادات، وما في متاحف ببلاش وفي متاحف بتخش تدفع لها فلوس. التذكرة ب10 جنيه للكبير وب5 جنيه للطلبة. فيها متاحف كتير يعني، متحف المخطوطات ومتحف السادات ومتحف في شادي عبد السلام المخرج الكبير، وفي توفيق الحكيم. في كتير قوي من المتاحف جوه يعني. هنا بقى اسكندرية بقى، هنا الوجه اللي هو بحري لأنفوشي. لو انت باصص بقى كده هتلاقي القلعة في الآخر هناك اهي. البحر هنا برضو مش مخصص للنزول. اللي عايز يقعد بس ويستمتع
بالجو الجميل وهوايته، يعني إن هو يصطاد يقعد هنا أهو. من هنا لحد المنشية الناس بتيجي بقى بالليل، ومن بعد يعني من بعد الساعة 5 كده أو 6 تلاقي بقى إيه الناس كلها نزلت بقى، وبتقعد في الطراوة كده وتستمتع بالهواء الجميل والسهراية الجميلة اللي بتبقى على البحر. هنا الموج طبعا عالي. احنا كده رايحين على محطة الرمل. كل المناطق دي ما فيهاش شواطئ طبعا، عشان المنطقة هنا مش مخصصة للنزول، خطر يعني. هنا بقى الفنادق المشهورة في اسكندرية، وهنا القائد إبراهيم، وهنا مسرح محمد عبد الوهاب، ودينيس، وفي هنا فندق ميرامار، وحديقة الخالدين، وجامع إبراهيم باشا أو القائد إبراهيم ابن محمد علي. هنا أشهر المطاعم وأشهر الفنادق اللي موجودة في محطة الرمل. هنا أهو فندق ميرامار، والفندق اللي هو اسمه سيميراميس. وهنا وصلنا هو لحديقة سعد زغلول اهيت، وامتدادها كده بيودي على شارع صفية زغلول ويودي على محطة مصر. وهنا الغرفة التجارية اللي هي البوابة بتاعتها مثلثة من فوق دي الغرفة التجارية. وفي عمر أفندي هنا أشهر الأماكن وأشهر المطاعم والفنادق المشهورة في اسكندرية. احنا كده رايحين على المنشية. كده احنا في المنشية الصغيرة. قهوة الغرفة التجارية أو اللي هي البورصة يعني. هنا وصلنا لبنك اسكندرية، وهنا هنشوف بقى الجندي المجهول البحري، واللي كان هنا مكانه القاعدة بتاعة الخديوي إسماعيل، اللي هو التمثال بتاعه دلوقتي محطوط في كوم الدكة عند مسرح اليوناني، المسرح اليوناني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.